I just got diagnosed with breast cancer on my birthday actually. It was high blood pressure that was the problem. في حياتنا كل لحظة بتفرق. حياة كاملة ممكن تبدأ في لحظة، وحياة تانية بتنتهي في نفس اللحظة. اللحظة اللي الإسعاف مبقاش قادر يعرف فيها تاريخك الطبي، وساعتها القرار الغلط ممكن يكون تمنه حياتك. اللحظة دي بتخلق تحديات كتير، تحديات ممكن تغير مصير بالكامل، لكن في الناحية التانية كان بيخلق تحدي تاني، وبالتحديد في مدرسة الأورمان الثانوية. لما قرر الفريق المشارك في مسابقة ستارت اب تيم إنه يخلق من المشكلة دي فكرة مشروع، واشتغلوا على بريسكان. الفكرة بتاعتنا عبارة عن بريسلت زي اللي حضراتكم شايفينها، تلقائيا بتبعت كل المعلومات الجي بي اس والسنسورز، فيقدر الشخص اللي قدامه يتعامل معاه لو هو مغمى عليه، او يقدر الدكتور يتعامل معاه. بريسكان ما وقفش عند الصور، ده كمان مدعوم بتطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، بتخليك تخزن تاريخك الطبي، أدويتك، حتى نوع الحساسية اللي بتعاني منها. والأهم إنه هيكون منقذ لحياة أكتر من 23 مليون شخص بيعانوا من أمراض زي القلب، السكر، السرطان، وأمراض التنفس المزمنة. والأمراض دي مسؤولة عن أكتر من 82% من الوفيات في مصر. وعشان كده بريسكان بداية لمستقبل أكبر، مشروع عظيم مش مجرد صور أو تطبيق، ده هدف سامي هيحافظ على أرواح كتير. بريسكان خطوة صغيرة لكن قيمتها حياة كاملة.